ده الهدف من اوله. يعني برضو ايه، يعني فرصه ان احنا نشوف الاجيال العظيمه دي. وادي الباص الطويل كان فاروق جعفر طبعا، ادي فاروق جعفر هو المعلم الكبير. ايوه. وخل بص بقى، يعني هل ده بقى المساعد يا سلام. وعيد يا نصر. عيد يا نصر. يعني بص الاحمر اللي هناك اللي مغطي. لا خد بالك بقى من تصرف لعيبه الاهلي بعد الهدف ما يجي. لو لقطه مين بقى اللي شوية. هناك؟ هتلاقي ماهر همام على ما اعتقد ماهر همام. ده لغايه ما نزلت الكره على الارض مفيش تسلل. تصور كان ماهر همام ومصطفى يونس. وادي المعلم حسن شحاته بشماله هدف. اكرامي. بص لعيبه الاهلي وقوف تمام، ولا حد قال رفع ايده ولا جري على اللاين مان ولا اي حاجه. في الاول ايده اترفعت بقى لما حسوا ان حامل الرايه بيرفع الرايه. مظبوط. دي بطوله هدف دوري. هدف بطوله. لان تقريبا الاهلي كان سابقنا ببونت وكان لازم احنا نكسب. والتعادل يكفي الاهلي. والتعادل كان يكفي الاهلي. التعادل يكفي الاهلي. ايوه. وطبعا هدف صحيح 100%. وضاع بطوله الدوري طبعا. حتى الكابتن حسام لما راح للكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز، هو مش عارف هو حسبها ايه او هو رافع ليه. فهو راح له قال له هنا. يعني حتى لو جبت الكابتن حسام ورافع ايده اليمين، هات يا محمد. وقعد يسال الكابتن عبد الرؤوف كرة هنا ولا هنا، ولا هو الراجل مش عارف هو حسبها ايه. لان الكابتن حسام اعتقد الله اعلم كان متاكد انها هدف. في نفس الوقت طبعا كان رايح للكابتن عبد الرؤوف بيساله ساعتها. طبعا راحت اللعيبه الكبار، الكابتن حسن والكابتن فاروق والكابتن ابراهيم يوسف، كلهم راحوا على المنطقه اللي فيها الكابتن عبد الرؤوف. واعترضوا طبعا، لان احنا كنا برضو صغيرين، يعني ما كناش لينا الحق ان احنا نعترض يعني على حاجه. والكابتن حسن فرح، راح للجماهير طبعا الناحيه الثانيه، وراه عادل عبد الواحد اعتقد، وكل بص ابراهيم يوسف راح للكابتن عبد الرؤوف. وحتى لعيبه النادي الاهلي كان ربيع ياسين اعتقد حاط ايده على دماغه. بالظبط. يعني ما فيهاش هزار. حتى الكابتن حسام اهو يعني رافع ايده، وهنا لا هنا. ففي الاخر طبعا حسب التسلل. وضاعت بطوله الدوري طبعا. وكان فاضل وقت قليل على انتهاء المباراه بتهيألي يا كابتن طارق. ده ما فيش، ده احنا جبنا الجون ده تقريبا في دقيقه 39 37 او 38. 39 وخلاص بطوله الدوري جت. ولكن طبعا الكابتن عبد الرؤوف رفع الرايه. دي ضيعت بطوله طبعا. كانت اول بطوله، كانت بعد فتره برضو طويله من العناء يعني. لكن طبعا رايه الكابتن عبد الرؤوف ربنا يديله الصحه طبعا. انا لما سالته قال لي ما كنتش لا انا سالته قال لي يعني هو يعني اي مساعد بيجي له لحظه، يعني بس ما ينفعش يبقى فيه لحظه عدم تركيز. ما ينفعش ان العمر لحظه زي ما بيقولوا يعني. طبعا هي كوره غريبه جدا. يعني كل من في الملعب فوجئ بان الرايه مرفوعه. وكل من في الملعب بما فيهم لعيبه النادي الاهلي طبعا فوجئوا وما صدقوا. يعني هم وقفوا اللحظه كده كابتن مدحت. كله طبعا حط ايده على دماغه، وكله خلاص سلم منها هدف. وفجاه لقوا الرايه مرفوعه، راحوا جاريين كلهم على كابتن محمد حسام. كابتن محمد حسام طبعا راح رايح على عبد الرؤوف كابتن عبد الرؤوف عزيز، وبدات بقى الحوارات. وهنا لا هنا. وفي الاخر طبعا اتحسب التسلل. وهو ذكاء الكابتن محمد حسام انه راح للمساعد عشان يشيلها له، عشان الليله تبقى عنده، هو ملوش دعوه بيها. هو قاعد يساله التسلل من هنا قاعد ولا من هنا. هو عايز يبرز للناس ان ده قرار حامل الرايه، ان ده بتاع. وكان دولي. كابتن عبد الرؤوف عزيز وقتها كان دولي، والكابتن طبعا حسام كان حاجه من سنه 82 بس زي بكره مش زي النهارده. كان مباراه ما بين الاهلي والزمالك، كانت في الدوري العام، وكان دايما مباراتهم زي نهائي. حسن شحاته اللاعب بقى سجل هدف رائع جدا، ولكن الحكم عبد الرؤوف عبد العزيز كان مساعد رفع الرايه. بص اللعبه دي يا ابراهيم، رفع الرايه وبناء عليه الغى محمد حسام الحكم الهدف. بص الجون جاي منين؟ ايه ده؟ اتحسب اوف سايد. ده هتلاقي كان دي واقفه كده بتاع خمسه مغطيين. ده كان عنده شد. الكره الجبس دي. الهدف ده على فكره طب ازاي اوف سايد؟ المساعد اهو عبد الرؤوف عبد العزيز. ده حتى لو في القانون الجديد، يعني القانون الجديد اصلا اي قانون هو تقريبا كان عنده شد. وفي واحد وقع جوه الجون. كمان كله جوه. مفيش مشكله خالص. اتحسبت تسلل. الهدف ده على فكره نقل البطوله من النادي الاهلي لنادي الزمالك. لكن اخطاء الحكام بحاجات غريبه جدا. سالت الكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز، قال لي انا مش عارف رفعت الرايه ازاي لحد دلوقتي لحد النهارده كده. مفيش، ده احنا جبنا الجون ده تقريبا في دقيقه 37 او 38. 39 وخلاص بطوله الدوري جت. ولكن طبعا الكابتن عبد الرؤوف رفع الرايه.
دي ضيعت بطوله طبعا، كانت اول بطوله، كانت بعد فتره برضو طويله من العناء يعني، لكن طبعا رايه الكابتن عبد الرؤوف ربنا يديله الصحه طبعا. انا لما سالته قال لي ما كنتش لا انا سالته قال لي يعني هو يعني اي مساعد بيجي له لحظه يعني، بس ما ينفعش يبقى فيه لحظه عدم تركيز، ما ينفعش ان العمر لحظه زي ما بيقولوا يعني. طبعا هي كوره غريبه جدا يعني، كل من في الملعب فوجئ بان الرايه مرفوعه، وكل من في الملعب بما فيهم لعيبه النادي الاهلي طبعا فوجئوا برفعوا وما صدقوا يعني، هم وقفوا اللحظه كده كابتن مدحت كله طبعا رفع حط ايده على دماغه، وكله خلاص سلم منها هدف، وفجاه لقوا الرايه مرفوعه، راحوا جاريين كلهم على كابتن محمد حسام. كابتن محمد حسام طبعا راح رايح على عبد الرؤوف كابتن عبد الرؤوف عزيز، وبدات بقى الحوارات وهنا لا هنا لا هنا، وفي الاخر طبعا اتحسب التسلل. وهو ذكاء الكابتن محمد حسام انه راح للمساعد عشان يشيلها له، عشان الليله تبقى عنده، هو ملوش دعوه بيها. هو قاعد يساله التسلل من هنا ولا قاعد ولا من هنا، هو عايز يبرز للناس ان ده قرار حمل الرايه، ان ده بتاع وكان دولي. كابتن عبد الرؤوف عزيز وقتها كان دولي، والكابتن طبعا حسام كان حاجه من سنه 82. في نفس الوقت طبعا كان رايح للكابتن عبد الرؤوف، فبيسالوا ساعتها طبعا، راحت اللعيبه الكبار الكابتن حسن والكابتن فاروق والكابتن ابراهيم يوسف كلهم راحوا على المنطقه اللي فيها الكابتن عبد الرؤوف واعترضوا طبعا، لان احنا كنا برضو صغيرين يعني، ما كناش لينا الحق ان احنا نعترض يعني على حاجه. والكابتن حسن فرح راح للجماهير طبعا الناحيه الثانيه، وراه عادل عبد الواحد اعتقد، وكل بص ابراهيم يوسف راح للكابتن عبد الرؤوف، وحتى لعيبه النادي الاهلي كان ربيع ياسين اعتقد حاط ايده على دماغه. بالظبط يعني ما فيهاش هزار، حتى الكابتن حسام اهو يعني رافع ايده، وهنا لا هنا لا هنا، ففي الاخر طبعا اتحسب التسلل وضاعت بطوله الدوري طبعا. وكان فاضل وقت قليل على انتهاء المباراه بتاعي يا كابتن طارق. تمام. في الاول ايده اترفعت بقى لما حسوا ان حامل الرايه بيرفع الرايه. مظبوط دي بطوله هدف دوري هدف بطوله. لان تقريبا الاهلي كان سابقنا ببونت، وكان لازم احنا نكسب، والتعادل يكفي الاهلي، والتعادل كان يكفي الاهلي التعادل يكفي الاهلي. ايوه وطبعا هدف صحيح 100%، وضاع بطوله الدوري طبعا. حتى الكابتن حسام لما راح للكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز، هو مش عارف هو حسبها ايه او هو رافع ليه، فهو راح له قال له هنا يعني، حتى لو جبت الكابتن حسام ورافع ايده اليمين هات يا محمد وقعد يسال الكابتن عبد الرؤوف كره هنا ولا هنا، ولا هو الراجل مش عارف هو حسبها ايه، لان الكابتن حسام اعتقد الله اعلم كان متاكد انها هدف. ده الهدف من اوله يعني، برضو ايه يعني فرصه ان احنا نشوف الاجيال العظيمه دي. وادي الباص الطويل كان فاروق جعفر طبعا، ادي فاروق جعفر هو المعلم الكبير. وخل بص بقى يعني، هل ده بقى المساعد؟ يا سلام وعيد يا نصر عيد يا نصر يعني بص الاحمر اللي هناك اللي لا خد بالك بقى من تصرف لعيبه الاهلي بعد الهدف ما يجي. لو لقطه مين بقى اللي هناك؟ هتلاقي ماهر همام على ما اعتقد ماهر همام ده لغايه ما نزلت الكره على الارض ما فيش تسلل. تصور كان ماهر همام ومصطفى يونس وادي المعلم حسن شحاته بشماله اكرامي. بص لعيبه الاهلي وقوف تمام، ولا حد قال رفع ايده ولا جري على اللاين مان ولا اي حاجه.